الولد صاحبنا لما راح كان شاطر جدا في المدرسه وبيحب قوي العلوم والكيمياء، خد بالك كان شاطر فيهم قوي، وعايز لما يكبر يسافر بره ويتعلم بقى علوم اكتر وكده. وبعدين المدرسه عملت رحله للمتحف المصري، فراح مع الرحله، يعني لازم يروح، راح. لما راح المتحف المصري واتفرج على الحاجات المبهره اللي هناك، وشاف الاجانب كتير جدا واقفين قدام الحاجات مش مصدقين، مبهورين بالجمال وبالعظمه والتاريخ القديم ده، وازاي الحاجه معموله بدقه شديده جدا، وازاي الحاجات دي بقى لها 5000 سنه و7000 سنه ومركزين قوي، والمرشد بيشرح لهم، فبقوا مبهورين جدا جدا جدا، لدرجه انه في مثلا محطوط جمجمه معمول لها عمليه، حاجه اسمها تربانه، عمليه في المخ جوه، خد بالك من كام الف سنه. فلما بصوا كده سمع اتنين بيقولوا معقوله؟ قلت لها قالت لي بزيت احنا من 7000 سنه كانوا بيعملوا عمليات تربانه في المخ، بيعملوا عمليات جوه المخ، واحنا قالت لهم احنا كنا فين قبل كده؟ قلت لهم لا احنا كنا عايشين في الكهوف. مصر لما كانت مصر دولة عظيمة جدا بتأكل العالم كله، عارفة الطب وعارفة الفلسفة وعارفة علوم إنسانية وعارفة الفلك والمعمار، البنى، حساب المثلثات عشان يعرفوا يبنوا، الرياضيات وحساب المثلثات، الهندسة، شوف المعابد، شوف الهرم مبني ازاي، حاجة مبهرة لغاية النهاردة ما عرفوش الهرم اتبنى ازاي.